فالبنات تجهز حالها لايام مرمطه جميله جدا. والله انا كنت عامل فيديو التربيه العسكريه بتاع الولاد ده صدفه، النهارده قرار جديد، التربيه العسكريه بقت اجباري للبنات وللولاد. بص عشان ما تصدموش يعني، لان الموضوع ده مش هتتخرج غير وانت واخد الشهاده دي. يعني بعد ما توصل سنه رابعه كده في حاجه اسمها البيان بتاع العسكريه او شهاده العسكريه وكده، فمش بتعدي ومش بتطلع لك شهاده تخرج غير بيها. اه والله مش مستوى هم يعملوا فيكوا ايه. فالبنات تجهز حالها لايام مرمطه جميله جدا، 15 يوم هتصحى فيهم من الساعه 6 صباحا وشغل حربيه وجيش من الاخر. الرجاله هتحلق ميري وبتلبس لبس معين، كبنات بقى هتلاقوا لبس معين وتدريبات وتنطيط وضغط وبطن وجري وليله. انت مش بس هتبقي ست بيت، والله هو قرار غريب شوية بس يعني حلو حلو. ده غير كمان الخدمة العامة اللي مستنياكوا بعد الكلية. خير خير، تقبلوا الموضوع بكل صدر رحب وخليكم مبسوطين كده وفرحانين يعني. الايام اللي انتوا عايشينها ده ايام حلوه جدا على فكره. حسوا بالمعاناه بتاعتنا شويه. هتقدم عليها ازاي؟ في الموقع بتاع الكليه بتاعك او موقع التربيه العسكريه في الجامعه بتاعتك. بتخش تقريبا بتقدم اونلاين وبتستنى البيان بتاع الاسماء لما ينزل، بتاخد صوره البطاقه بتاعتك الجميله وبعد كده بتروح بقى بتستعد ل 15 يوم عجن. المشكله بقى في ال 15 يوم دول يا جدعان ان انت بتروح على السكن بتاعك وبترجع تاني من الساعه 6 الصبح غالبا لغايه الساعه 5 المغرب. فجهز حالك لحوار زي ده. الموضوع مش بسيط خالص على فكرة، ما تستسهلوهوش وخدوه بدري كده وانتوا لسه في بداية السنة، علشان لو خدت الموضوع ده في الأجازة خد بالك هيطلع عينك. ممكن انت في أثناء الدراسة ما يبقوش 15 يوم قوي، فحاولي أو حاول تاخدهم كده بدري بدري. عارف الناس عارفة إن أنا هنزل الفيديو ده امبارح فطلعوا بقرار جديد للبنات ولا إيه؟ يلا فيديو تاني، يلا متنساش بقى الفولو والشير والحركات دي. ربنا معاكم.